السلام عليكم، انا خالد درغام طالب في كلية طب اسنان، وجاي النهاردة اقول لكم اسئلة بتدور في دماغكم. يا ما وقعنا في الطريق ونقوم، لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول. جالي كومنت من كام ساعة بالظبط عن اسئلة كده كتير، ولكن انا حبيت ان انا اجاوب عليها بفيديو لان الموضوع اغلب الناس زمانها بتحس بيه، فالموضوع محتاج ان انا اوصله للناس اكتر، فحبيت اعمل لكم عليه فيديو. ولان كل اجابة لكل سؤال محتاجة تفصيل ومحتاجة شرح اكتر، فقلت اعمل لكم عليه فيديو. الكومنت بيقول عندنا كذا سؤال ولكن هنمشيهم واحدة واحدة. اول سؤال بيقول خلصت المنهج على شهر كام؟ بالنسبة للمنهج فانا تقريبا خلصته على حوالي شهر 3 او شهر 4، ولكن في حاجات بتختلف. يعني كان في مادة أو مش فاكر الكيمياء تقريبا خلصت على شهر 5. فالفكرة في ايه؟ الفكرة ان انا كنت ماشي مع المدرسين، ما بعملش حاجة زيادة. يعني ايه؟ يعني انا ما بحبش بصراحة فكرة الناس اللي بتقول ان انا مثلا هاخد العضوية قبل ما المدرس يبدأ عضوية عشان اسبق، وعشان هي صعبة فانا محتاج ان انا اذاكرها بدري. اولا العضوية مش صعبة، ثانيا انتوا مش محتاجين تعملوا حاجة زيادة. المدرسين اغلبهم يعني 99.9 منهم بيبقى عارف هو بيعمل ايه، وعارف كل فصل هو مديله قد ايه. فاللي عليك ان انت تذاكر اللي المدرس هيديهولك، مش اكتر من كده. ومحدش يقلق لما تلاقوا ان المدرس مثلا فلان كذا ده خلص المنهج، ده بيراجع، ده بدأ يحل، ده بدأ يعمل مش عارف ايه. لان انا كنت برضو في الوقت ده بسمع الناس على الاقي كومنتات على الفيسبوك على جروبات الثانويه عامه. كنت الاقي كومنتات ناس بتقول ده انا خلصت المنهج وهبدأ مراجعه، ده انا براجع، ده انا في نص المراجعه وانا اصلا لسه ما خلصتش المنهج. فده ما يسبب لكوش اي قلق، كل مدرس وعارف بيعمل ايه. في مدرسين هتلاقيهم جريوا جدا جدا في المنهج، اولا الطلبه اللي معاهم ما لحقوش يحلوا على كل درس كويس، ما لحقوش ياخدوا وقتهم في كل درس، فكروتوا الشرح يعتبر وهيهتموا بالمراجعه. في مدرسين لا اهتم بالشرح وهيهتم برضو بالمراجعه بس سايب لها وقت تاني. فالفكره ان انتوا كل واحد يمشي مع المدرس بتاعه. المدرس اداني درس هبدأ اذاكره، اخلص واروح احل عليه، واحل على قد ما اقدر. حليت كتاب المدرس، بعد كده حليت كتاب كذا وكذا وكذا، فنحل على قد ما نقدر وكمان نتعلم من اخطائنا. تاني سؤال بيقول هل كنت بتحل اكتر من كتاب في الفترة دي؟ الفترة دي كنت بحل فيها تقريبا حوالي كتاب او كتابين على حسب المادة. يعني عندي مادة زي الانجليزي، مادة زي الفرنساوي، تقريبا كنت بحل فيها كتاب المدرس وممكن ازود كتاب واحد كمان. بالنسبة لمواد تانية كنت بحل كتاب المدرس وكتاب الامتحان تقريبا مع كل مادة. لكن في الاحياء، بس الاحياء هي المادة اللي انا كنت اصلا بحبها، كنت بحب احل فيها كتير جدا، بحب المعلومات بتاعتها اصلا، فكنت بحل فيها كتير وبزود كتب في الحل. فكان ممكن في الفترة دي اكون بحل مثلا كتاب المدرس، كتاب الامتحان، كتاب التفوق، وممكن كمان ازود كتاب كمان. بس ده طبعا مش شرط يحصل مع اي حد، عادي جدا. اغلب المواد تقريبا كنت بحل فيها كتاب المدرس وممكن ازود كتاب واحد كمان. بس زي ما بقول لكم الفكره في ايه، ان انا مش عايزكم اللي هو مثلا فلان عمل كذا فانا هعمل زيه. واحد على اليوتيوب دخل طب بشري وانا عايز اخش طب بشري، فهو حل كتابين فانا هحل كتابين. طب انا قادر احل 3، لا انا هحل كتابين عشان هو حل كتابين. كل واحد يعمل اللي يقدر عليه، كل واحد يبذل كل جهده. انا قادر احل كتابين هحل كتابين، طب بس ده اخري، انا متاكد ان ده اخري، خلاص ربنا هيكرمك وهيجازيك على انك جبت اللي تقدر عليه. طب واحد تاني قادر يحل 3 كتب طب وحل كتابين، لا انت مقصر، انت تقدر تحل كتاب كمان. فكل واحد يبذل اللي يقدر عليه، محدش يشوف ان ده فلان حل كذا فانا هحل زيه. والسؤال اللي بعده بيقول الانجليزي بتحل كام كتاب وبتراجع ازاي؟ الانجليزي كنت تقريبا بحل كتاب المدرس وكتاب المعاصر، وساعات كنت بحل يا اما من العمالقه يا اما من سينيور، ولكن الاغلب كنت بحل من العمالقه، سينيور كان في المراجعه. فالانجليزي بنراجعه ازاي؟ بنراجعه زي اي ماده. المراجعه يا جماعه يا ريت يا ريت يا ريت المراجعه، بما اننا لسه ما دخلناش مراجعه نهائيه، انا بتكلم على مراجعه احنا عايزين نراجع مع نفسنا. هنراجع ازاي؟ همسك الكلمات هقراها بعيني سريعا. خلي بالكم ان المراجعه، طريقه المراجعه اللي انا بقولها لكم دلوقتي دي لواحد ذاكر الدرس مره، ذاكر الدرس مره. يعني مش واحد لسه بيشوف الدرس،
تمام. طب انا يا خالد ناسيه، انا حاسس ان انا اصلا مش فاكره، يعني انا ذاكرته قبل كده مره بس انا حاسس ان انا ولا كاني ذاكرته. مش انت ذاكرته مره او انت ذاكرتيه مره؟ يبقى هتعملوا زي ما انا بقول لكم، هتخش هتقرا الكلمات بعينيك، هتقرا الكلمات بعينيك مش بتحفظ، وبعد كده هتقرا الجرامر. طب خلصت قرايه هروح احل، ما اخدش وقت في الشرح مادام انا ذاكرت قبل كده. عشان كده في فيديو الكتب الخارجيه اللي انا كنت عملته هتلاقوه على القناه، اللي ما شافوش يروحوا يشوفوا، هتلاقوه ناس كانت بتقول لي انت طب انت ازاي لقيت وقت ان انت تحل الحاجات دي كلها، انت ازاي اصلا حليت كل ده؟ الفكره ان انا كنت براجع بالحل، كنت اول ما اخلص درس عديته بكتير عايز ارجع للدرس ده عشان اسيب مع نفسي عادي، واقوم قاري الشرح بسرعه واخش احل على طول فاكسب افكار اكتر. الموضوع في النظام الجديد محتاج ان انت تجمع افكار، تحل كتب خارجية كتير فتجمع افكار من الحل، فالحل اهم من الشرح. طيب السؤال اللي بعده بيقول من وجهة نظرك الامتحان له علاقة بالكتب الخارجية؟ مثلا في مادة زي الفيزياء في مثلا افكار في الكتب نفس الافكار في الامتحان؟ بالنسبة للسؤال ده فيا جماعة الامتحان مش زي ما انتم متخيلين، الامتحان مش بيطلع نار من بقه. الامتحان هتلاقوه اصلا اغلبه اسئله انتوا متعودين عليها، اسئله انتوا شفتوها، بس الفكره في ايه؟ ان هو هيجيب لك مثلا في الامتحان سؤال انت متعود عليه وحليته بدل المره 100 مره، سؤال انت حافظه، فانت هتشوف السؤال ايه ده السؤال ده انا حافظه، هتلاقي هتقوم قاري اول 4 5 6 كلمات في السؤال وتقوم داخل حلل على طول السؤال. ولكن انت لو كملت هتلاقيه حاطط لك كلمه او مغير لك كلمه تغير الاجابه. فهو دي الفكره، التسرع والحل بسرعه مش هيفيدوكوا، وانا كنت بتسرع اصلا في اغلب امتحانات الشامله طول السنه. فالفكره ان احنا نهدى، والموضوع ده لسه في المراجعه النهائيه هتلاقوا نفسكم بتتعودوا عليه، ان انتوا هتعرفوا ازاي تحلوا امتحان ثانويه عامه. ليها طريقه وليها كمان تدريب لازم تتدربوه، بس الكلام ده كله في المراجعه النهائيه ما نشغلش بالنا بيه دلوقتي ابدا. السؤال اللي بعده بيقول وفي كام سؤال في الامتحان بيكون صعب؟ الموضوع ده اكيد بيختلف من شخص لشخص، ومن شخص جمع افكار لشخص تاني جمع افكار، ولكن عايز انبه على حاجه، ان انا دايما بقول لكم حلوا، ولكن الفكرة ان انت مش بتحل بس، انت المفروض تتعلم من اخطائك. يعني انا دلوقتي مثلا جبت كتاب التفوق احياء وقمت حله كله، حلو قوي جميل جدا، طب انت حليته كله؟ حليته كله، طب استفدت ايه؟ مش عارف. ممكن يجيلي سؤال انا غلطت فيه في كتاب التفوق بس انا ما رجعتوش، معرفش غلطت ليه، معرفش الاجابة الصح دي صح ليه، معرفش كل ده، فالسؤال هيجيلي تاني وهغلط فيه تاني، فانا كده ما استفدتش اي حاجه ولا كاني حليت حاجه. اصل انت حليت الاسئله اللي انت حليتها صح انت اصلا عارفها، فالاسئله اللي غلطت فيها هي دي اللي المفروض بقى تعلمني. هو انا بستفيد من الحل؟ انا بستفيد افكار جديده، الحل يعني افكار جديده باخدها. طب انت لما تحل كله صح انا استفدت ايه كده؟ ولا اي حاجه. فالفكرة ان احنا نتعلم من اخطائنا، نعرف انا غلطت ليه هنا، طب انا اتسرعت ولا انا مش عارف المعلومة ولا ايه بالظبط، لازم نبقى عارفين الحاجات دي. طيب السؤال اللي بعده بيقول هل وقت الامتحان كافي؟ بالنسبة لوقت الامتحان فهو برضو حاجة هتتعودوا عليها في المراجعة. في المراجعة هيبقى في حاجات كده تعودكم ان انتوا تحلوا كمان في نص الوقت، يعني تخيلوا اصلا ان انتوا هتوصلوا في المراجعة النهائية لو انتوا شغالين كويس مراجعة، هتلاقوا ان انتوا وصلتوا لمرحلة ان انتوا بتحلوا الامتحان في نص وقته. فما تقلقوش، الموضوع بسيط، الموضوع ابسط من اللي انتوا مكبرينه ده، الموضوع سهل جدا ان شاء الله. بس احنا نركز دلوقتي في المرحلة الحالية ان احنا في شهر واحد، عملت لكم فيديو عن شهر واحد، الفيديو اللي قبل ده روحوا شوفوه، هتلاقوا ان الشهر ده زي ما قلت لكم مهم جدا جدا جدا. اغلب الناس مش قادرة تعمل حاجة، كله زهق كله تعب، فانت لو اجتهدت دلوقتي في الحاجات اللي جايه ان انت تحل كتير على قد ما تقدر، تقوم وتذاكر وتعافر وكل ده، هو ده فعلا اللي هيخليك بقى تعلى وتوصل لمستوى عالي جدا. فالفترة دي استغلوها كويس جدا جدا، وسيبكم من موضوع الامتحان هيبقى عامل ازاي، والامتحان اسئلته صعبة امتحان اسئلته سهلة، ما تشغلوش بالكم. من الحاجات اللي كنت بعملها وكانت بتفرق معايا جدا نفسيا ان انا كنت بقول لنفسي انا المفروض ابقى داخل مستعد للامتحان ايا كان،
كنت عارف ان انا ممكن الاقي قرارات من الوزارة بتطلع كل شوية، فكنت متوقع ان انا ممكن الاقيهم بيقولوا ان الامتحان مقالي. طب اعمل ايه؟ بقوم مدرب نفسي على المقالي. طب الامتحان كله اختياري، طب ما انا مدرب نفسي على الاختياري. فانا كنت بحل يعني بحل كل حاجة، ما بسيبش الاسئلة اللي هي المقالي. في ناس بتحل كتب المدرسين ها، وتيجي تقوم سايبه الاسئله المقالي اللي في الاخر وتحل الاسئله الاختياري، يقول لك اصل احنا نظام جديد. لا، في اسئله مقالي في النظام الجديد. حلو برضو الاسئله المقالي لانها مهمه. طيب السؤال اللي بعده وهو الاخير بيقول: هل كنت حاسس في شهر واحد انك كنت متمكن من المواد ولا لا؟ لاني بذاكر لكن حاسه اني مش متمكنه. طيب بالنسبه للتمكن والكلام ده، فده اكيد ما كانش موجود دلوقتي، لان احنا لسه في شهر واحد، انتوا لسه ما خلصتوش منهج، لسه دماغكم مشغوله باللي جاي، ودماغكم متوتره وحاسه ان هي ناسيه كل اللي فات. فكل ده اكيد مش هيخليكم متمكنين من الماده دلوقتي. التمكن ده هيحصل امتى؟ هيحصل في المراجعه النهائيه. المراجعه النهائيه هتظبط لكم حاجات كتير جدا، ولما يجي وقتها تلاقوني بنزل لكم فيديوهات تفهمكم الدنيا ماشيه ازاي في المراجعه النهائيه، ولكن مش وقتها دلوقتي. ما تشغلوش بالكم احنا اصلا انا لسه مش مذاكر، طب انا حاسس ان انا الجديد كله مش مظبوط معايا، طب انا القديم حاسس ان انا مكروته، حاسس ان انا ناسي كل حاجه، طب في غيري فاكر، طب في غيري بيبدا مراجعه. كل ده انسوا. احنا علينا دلوقتي ان احنا نحل على قد ما نقدر، نذاكر على قد ما نقدر. خلصت اللي عليا في الجديد وحليت عليه، ارجع للقديم انا مع نفسي، قرايه سريعه بعيني واروح احل، قرايه سريعه بعيني اروح احل، ازود حل، اهتم بان انا اعرف اخطائي، غلطت ليه وبسبب ايه، وليه الصح طلعت صح وانا غلطت ليه، عملت ايه غلط. فكل ده نهتم بيه. ده كان سؤال جالي، وانا عارف ان دي اسئله كانت بتدور في دماغكم، فحبيت ان اعمل عليها فيديو. اكتبوا لي تحت في الكومنتات لو عندكم اي سؤال او اي استفسار، هتلاقوني برد عليكم على طول. فده كان فيديو النهارده، ما تنسوش لايك والشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وما تنسوش تعملوا لي فولو على التيك توك، هتلاقوا الرابط موجود في صندوق الوصف. بنزل هناك تلخيصاتي في ثانويه عامه، تلخيصات كانت حلوه ومجمع لكم افكار حلوه فيها، فروحوا اعملوا لي فولو هناك، هتلاقوا الرابط في صندوق الوصف. واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. يا ما وقعنا في الطريق ونقوم، لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول.